30 درجة حرارة مراكش اليوم مرشحة للارتفاع. فضاءات المدينة تبدو خالية إلا من بعض السياح والزوار. فما هي عادات المراكشيين لمواجهة حرارة باتت اعتيادية؟ مراكش هنا الحراره كترتفع حتى ل 50 درجه ديال الحراره. تيكون عندنا بحال هذا الشابو هذا والماء هو اللي تيهمنا حنا في مراكش بزاف. كديروا دوك الفطار في الرشاشات؟ في رمضان، بالنسبه لرمضان تنديروا فولار يكون فازق والرشاشه. دابا نستعني بهذه الدرجه هذه شويه، ومع اللي تتحرك هذه الصغيره شويه تيدخل شويه ديال الجو ديال البرد. هذا الشيء اللي كاين. الحراره هي كاينه بزاف، حنا دابا تنكونوا محميين ثاني بهذا الشيء ديال الماء لابد. السياح الأجانب على الخصوص يعشقون حرارة مراكش، بل لأجلها يقصدون الوجهة في هذه الفترة. وفي ساحة جمع الفناء عصير البرتقال المنعش هو الحل. بالنسبة لنا هذه الأجواء الحارة في غاية الروعة، فنحن قادمون من شمال فرنسا، ولأجل هذه الحرارة جئنا. طيلة فترة إقامتنا نشرب كل صباح عصير البرتقال لننتعش. بطبيعة الحال فمن جات مراكش هاد الأيامات تجي كتضرب واحد الحرارة، عرفتي يكون يقبل على الليمون تبعو الناس يبردوا شوية وهذاك الشيء. كلشي نصاروه مغاربة ولي زاترونجي كلشي. قد تصل حرارة مراكش بل تتجاوز في الأيام المقبلة 45 درجة. لكل إذن عاداته حتى الأطفال الذين لا يقاومون شغف مداعبة المياه.